يا ترى عاملين ايه النهارده؟ ويا ترى اشتركتوا في القناة ودوستوا اعجاب بالفيديو ولا لسه؟ الحكاية بتاعت النهارده بتبتدي بان الشيطان ده بيحب البنت دي، بس بيظهر قائد عصابة تاني. وقائد العصابة التاني ده ملاك. يا ترى الملاك ممكن يبقى قائد عصابة؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده. بس هو بيغري البنت دي بكل الفلوس والتيجان وكل الحاجات اللي هو جايبها لها عشان ياخدها من التاني وهو اللي يتجوزها. طبعا الشيطان عنده ألاعيب كتير، بس النهاردة ما قدرش يعمل حاجة لأن العصابة ضربته وخدت البنت ومشيت وبقت مبسوطة بإن التاني أقوى منه. هو قرر إن هو مش هيسيبهم في حالهم، وفي المستقبل شوية إما بعد ما اتجوزوا وهي بقت حامل كانت خلاص على وشك الولادة. يا ترى هي هتولد في البيت ولا هتروح المستشفى؟ ما لحقتش طبعا تروح المستشفى، بقولها المستشفى لغاية البيت، ما هو معاه فلوس كتيرة جدا وهيعرف يصرف عليها. وولدوها في البيت، هتولد ايه يا ترى؟ شيطان ولا ملاك؟ خلينا نشوف. الله، دي ولدت بنت جميلة أمورة عمالة تعيط طبعا، بس هي بنت جميلة وأمورة. الأب كان فرحان جدا بيها وكان بيقول للأم بصي البنت الجميلة دي احنا هنربيها أحلى تربية. الشيطان طبعا منسيش اللي حصل فيه من سنة، بس هو عامل خطة كبيرة جدا. قال لي ده تعالى انت اشغله على بال ما انا ايه هروح انا اخطفها. فراح ده رمى الطوبة في ده صنفور ده ولا ايه، رمى الطوبة في الازاز وزعله ومشي. راح الملاك طار يجري وراه، بس هو ما خدش باله ان سايب البنت لوحدها في البيت. راح الشيطان خاطف البنوتة وهرب بيها بعيد. الأم كانت جايبة لها لبن ومروحة، بس ما لقيتهاش في السرير ولا لقيت الأب كمان. يا ترى الأب راح فين دلوقتي؟ ده طبعا اختفى وقال له خلاص كده اتفقنا، انت دلوقتي معاك البنت اللي انت عايزها. خدها وبقى مش عارف يعمل بيها ايه، هو مش عايز يموتها بس هو عايز يزعلهم عليها. جابوا لها لبن عشان تفضل تشرب وتكبر. هما ما كانوش طايقين العياط بتاع الطفلة، هما عايشين في هدوء خالص ومش عايزين عياط من طفلة. الأم قاعدة تدور على بنتها والأب طاير بيدور على بنته في كل حتة، بس مش لاقيينها لأن هي مستخبية في البيت بتاع التاني. هي مش مستخبية ولا حاجة، دي مخطوفة، بس هو سايبها تسرح براحتها. وهو كان عايز إن هو بس يخليهم يتشغلوا عليها شوية. هي قاعدة تعيط وقاعدة تزن في طول الوقت ومش عارفين يعملوا فيها ايه. قال لها ايه رأيك تيجي نروح نلعب شوية، وقعد يعمل لها ألعاب بهلوانية عشان يخليها تتبسط. بس وبعدين هنعمل ايه تاني؟ انا مبقتش طايق الصداع، يا ريتني ما خطفتها، ده انا طلعت اهبل. انا هعمل ايه باللعبة دي؟ يلا بينا يا بنتي، يلا نروح حتة تانية. المهم هو قاعد يعمل العمليات الإجرامية بتاعته، بس مش عارف إن هي قاعدة مراقباه. هو كان بطنه وجعان من المشروب اللي شربه، وهي افتكرت اللعبة دي ممكن تلعب بيها وراحت مولعة في نفسها. بص وشها اتحرق ازاي. هو دخل المعمل بتاعه تاني، لقاها مصابة. قرر يروح بيها على المستشفى وكانت محتاجة نقل دم. الدكتور قال لها انت باباها؟ قال له لا انا مش باباها، بس انا اعرف اجيب لك باباها فين. وقرر ان هو يكلم الملاك عشان يجي ينقذ بنته. الام والملاك جم ينقذوا البنت ويتبرع لها بالدم اللي هي محتاجاه. والأم قعدت تقول له ده اللي انت كنت بتحبني، انت كده بتكرهني وانا كمان بقيت بكرهك. هو عارف ان هما عايشين مع بعض في سعادة وهو ما عندوش امل ان هو يفضل معاهم. قال للبنت ما تزعليش مني، انا خلاص هسيبكوا تعيشوا كأسرة سعيدة وههرب انا وامشي بعيد، ودي نهاية قصتنا.